عليكم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والختم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. حبايب قلبي، ازيكم؟ والله وحشتوني جدا جدا جدا، مش عارفة أقولكم وحشتوني قد ايه، بس بجد الفترة اللي فاتت كنت مشغولة، عشان كده مكنتش قادرة أعمل فيديوهات. بس ان شاء الله باذن الله هنرجع مع بعض ونعمل فيديوهات كل يوم باذن الله. فاستنوني الفتره الجايه كده، وسامحوني بقى على الفتره اللي فاتت. تمام. بنعمل شويه تعديلات في الشقه وبنظبط الدنيا، فهنزل لكم ان شاء الله الفيديوهات بتاعت التعديل كله. بس انا قلت كده ادخل الم الدنيا، عشان طبعا العمال عندنا وكده. فبصوا مش عارفه اصور، اكيد انتوا سامعين الدقه عامل ازاي، مش عارفه يعني ان انا اصور ولا انزل لكم حاجه. فقلت كده انزل لكم الفيديو ده على السريع كده، لانكم وحشتوني بجد والله. بس الفتره الجايه ان شاء الله هتشوفوا تعديل رهيب 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 في البيت عندنا. تمام. اول حاجه عملتها كده، رحت كنت جايبه بيض، رحت غسلت البيض ورحت حطاه في المنظم بتاع البيت بتاعه. مش عارفه انتوا سامعين صوتي ولا لا من الدق اللي احنا فيه ده؟ لا مش شايف. شلت كده البيض وديته في التلاجة، ورحت بقى للمواعين. بصوا مش عارفه اقولكم المواعين قد ايه. طبعا الفتره كلها اللي قاعدين فيها العمال في البيت، مش بقدر اطلع ان انا اعمل حاجه في المطبخ، هما بيستخدموا الحاجه، او عبد الرحمن مثلا او ابو عبد الرحمن بيكونوا واقفين معاهم بره، فانا مش بقدر اطلع. بعد كده بقى اخر اليوم بطلع الاقي المنظر ده، كوبايات طبعا بيشربوا شاي ويشربوا قهوه ومش عارفه والكلام ده. فبطلع اخلص شغلي من بالليل قبل ما تاني يوم الصبح يجوا تاني. بصوا انتوا هنا يعني انا هنا لسه ما عملناش التعديل اللي هو انا هوريكم دلوقتي احنا هنعمل ايه في الشقه. لسه ما عملناش التعديل اللي هو، مش عارفه في الفيديو ده ولا الفيديو اللي بعد كده. بس انا هنا فضيت المواعين كلها عشان الحق اخلص قبل ما العمال يجوا كده. هنا كان يعني كنت بعمل كده الصبح بدري قبل ما العمال يجوا. فضيت المواعين كلها كده، وما ننساش طبعا بقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. بصي في دعاء حلو خالص انت ممكن تقوليه: اللهم اني ابرأ من حولي وقوتي والجأ الى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. بجد انا الفترة اللي انا فيها دي دلوقتي محتاجة جدا 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 الدعاء ده، لان بعد ما العمال بيمشوا مننا بيبقى البيت بصوا مقلوب، حرفيا بيبقى البيت مقلوب. تمام. حطيت كده كل الكوبايات كلها، حطيتها في البتاع ده في الحوض. بس بقى مش هغسلها زي ما بغسلها كل مره، هحط لها خل وهسيبها شويه كده، لان انا مش ضامنه طبعا الناس اللي شربت في الكوبايات. الاول لما كنا احنا اللي بنشرب في الكوبايات ما كنتش بعمل الخطوه دي كتير، يعني بعملها كل فين وفين. بس النهارده كل يوم بعمل الخطوه دي، اعبي الحوض كده واحط خل في الحوض يعني، عشان اعقم الكوبايات. تمام. هنا كنت بقى سايبه الحاجه في الخل والمعقم، يعني سايباها تتعقم لغايه ما افضي الحوض التاني كده واظبط الدنيا، عشان اغسل من هنا واحط هنا على طول. اهو غسلت الحوض التاني. انا مش عارفه اتكلم لان الخبيط شغال جنبي، وحطيت حبه كلور كمان. حطيت حبه كلور على الكوبايات، حبه صغننين يعني، وممكن يكون الناس يعني في ناس هتقول ان هو مضر، بس ده غصب عني انا بعمل كده، عشان طبعا في ناس غريبه داخله البيت. لما بنكون بنستخدم الاستخدام العادي انا وولادي مش بنعمل كده، يعني لما نكون جوزي والولاد وانا وكده في البيت، فمش بنعمل خطوة الكلور دي.
بس دلوقتي الصراحة لازم ابقى ايه مطمنة على الولاد، وبالذات يعني في ظل الامراض المنتشرة دي وكده. بصوا، احلى حاجة في الموضوع انا حبيت ان احنا لما نيجي نعمل التعديل ده يكونوا في وقت الدراسة، عشان الولاد يكونوا في المدرسة ونص الوقت مش قاعدين في البيت. فهو الموضوع ده خادمني خالص، لان يوسف شقي وبيفضل كل شوية يطلع برا عند الناس، وطبعا الكهرباء هتبقى مكشوفة وفي باب، يعني في اماكن هتبقى متكسرة. فاحسن حاجة ان احنا عملنا كده في الوقت بتاع المدارس يعني وكده. الفترة بتاعت الصبحية كلها بتكون الولاد مش موجودين، وبعد كده في الفترة اللي هي بتاعت اللي بيجوا فيها بعد الظهر بيجي يوسف ينام، واخواته بيروحوا مثلا الدروس او كده. وبيصحى من النوم، يعني مش بيبقى في وقت كتير ان هو يقعد ويفضل ينتشر في البيت. لا، بس كده يعني مش هيطلع ولا ينتشر في البيت، هيبقى قاعد معانا في البيت جوه. تمام. هنعمل ايه في البيت؟ هنعمل هنغير حاجات كتير. بصوا، المطبخ ده مش هتشوفوه تاني. و واوضه النوم هتتغير، واوضه جانا هتتغير. اوضه جانا اصلا هتبقى يعني حاجه تانية خالص، مش عايزه احرق لكم المفاجاه. خليكم كده يعني ايه نتفرج مع بعض كل حاجه كده اول باول. وانا ان شاء الله هنزل لكم فيديو، حتى لو كان فيديو قصير، بس هوريكم يعني الدنيا ماشيه ازاي. هوريكم الدنيا ماشيه ازاي في الفتره اللي انا يعني دي الجايه دي. وان شاء الله يعني ايه هنبقى مع بعض في كل حاجه. الفتره دي بقى احنا مشغولين عشان التعديل ده، وكمان يوسف بيروح الدروس. يعني الاول كان يوسف مش بيروح دروس، دلوقتي يوسف بيروح دروس، واخواته بيروحوا دروس، وبقوا مرتبطين بالتدريب، بيروحوا تدريب بردك. يعني ايه، بصوا الفترة الجاية دي هتبقى فترة عصيبة وصعبة، صعبة جدا معانا لغاية ما نخلص الشقة دي بإذن الله. ولما نخلص ابص يوسف اهو جه، اهو عمال يتحرك في كل مكان. انا عايزه ايه انزله المدرسه عشان ايه اعرف اتحرك. انا قلت اغسل الكام حاجه دي والبسه وانزله المدرسه عشان ايه خلاص كده تبقى الدنيا فضيت. برضو لما بيكونوا الولاد في المدرسه تبقى ايه دماغك مش مشتته، يعني مش عارفه، لما بتبقي مش عارفه عايزه تعملي ايه. عايزه تلبسي ده، عايزه تعملي سندوتشات، عايزه تطلعي الولاد، عايزه خايفه احسن العمال يجوا على غفله. غير طبعا لما بتكوني انتي قاعده في بيتك كده خلاص مظبطه امورك. لكن دلوقتي بصوا كل حاجه بنعملها بسرعه قبل ما العمال يجوا، وعايزه الولاد ينزلوا. فان شاء الله الله المستعان يعني باذن الله. وايه ما تنسوش بقى سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. ان شاء الله هتفرحوا معايا كده زي ما انا فرحانه. وبصوا بجد انا فرحانه جدا بالتعديل اللي هيتعمل ده، لانه بجد هيريحنا يعني، وهيبقى عملي بالنسبه لنا. الاول الشقه كده كنا حاسين ان هي مخنوقه ومفيش مكان منفس ان احنا نقعد فيه ولا نتحرك فيه او كده. بس دلوقتي هيبقى الوضع تاني خالص باذن الله. مش عايزه احرق لكم المفاجاه، واحده 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 اتفرجوا معايا كده وتشوقوا. عشان تبقوا معايا خطوة بخطوة. تمام. لا يا ماما مش هو ده، كوبايات كوبايات. عبد الرحمن يعني مهلوك هنا اهو. طبعا انا الفترة اللي انا بسجل فيها الصوت غير اللي هي بعمل فيها الفيديو. دلوقتي انا بسجل الصوت، العمال قاعدين برا وشغالين في الشقة برا، وعبد الرحمن يعني عمال يشوف يعني طلباتهم وكده، وابو عبد الرحمن واقف معاهم برا. فايه يعني كله شغال. عبد الرحمن النهارده كان يعني لسه ما راحش المدرسه بتاعته يعني وكده. عندهم النهارده حصص العاب واليوم فاضي، يعني ما فيش غير حصه واحده بس، والباقي كله العاب. ماشي.
بس كده يا حبايبي، ان شاء الله اشوفكم في الفيديو الجاي واستنوني. هنعمل مع بعض فيديوهات جميلة ان شاء الله. استنوني وان شاء الله مش هغيب عنكم تاني زي ما غبت انا والله. بس يعني كنت غايبة الفترة اللي فاتت دي عشان يعني الفترة دي من السنة بنكون مشغولين فيها وكده، فما مش بقدر ان انا هصور فيديوهات كتير. فيلا بقى ان شاء الله اشوفكم في الفيديو الجاي. استنوني بقى عشان اوريكم البيت بقى عامل ازاي وايه اللي حصل فيه وكل الكلام ده. يلا بقى، باي باي.